السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل القرص الفلاحي الطرية اللهم بارك، وهسويها على عين البوتاجاز من فوق. وتسوية البوتاجاز بجد احلى من الفرن بكتير. هقولك على التسوية المظبوطة، بس يا ريت تتابعيني للاخر، ويا ريت لو اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. قرصة النهارده طلعت طرية جدا على عين البوتاجاز وما دخلتهاش فرن خالص. في الأول بقى هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة أنا هنزل بالحليب الدافي 100 جرام. أنا هعمل النهاردة الخليط لبن ومية، لو حابة بقى تستغنى عن المية وتعجنيها بالحليب القرصة هتطلع معاكي طرية وكمان طعمها هيبقى معاكي تحفة. ضفت بقى 50 جرام مية و100 جرام حليب، وضفت فيهم 25 جرام سكر ونص معلقة خميرة فورية على الميزان 5 جرام. ورجعت بقى قلبت السكر والخميرة مع الحليب علشان اشوف الخميرة نشطة ولا لا. لو عملت معاكي فقاعات تبقى كده الخميرة نشطة. نزلت بقى بالسمنة 25 جرام، ونزلت كمان بنص معلقة خل. فايدة الخل في اي معجنات بيخليها طرية جدا بعد السوا. رجعت بقى ضفت الدقيق معايا كده ربع كيلو، نخلاه كويس في الاول. وضفت مع الدقيق رشة ملح بسيطة ونص معلقة بيكنج باودر. انا في اول العجن بعجن بالمعلقة، اول ما الدقيق يختفي هطلع المعلقة علشان هنزل اظبط العجينة بايدي. وفي اول العجين انا منزلتش الا 150 جرام بس سوائل، علشان انا مش عايزة تكون العجينة طرية وارجع اضيف لها دقيق. في اي معجنات يا ريت تعجني العجينة يابسة، ونحتاجت معاكي تنزلي بعد كده واحدة واحدة بالمية، علشان العجينة الطرية هتغلبك جدا في العجين، وكمان هتلاقيها بتتلزق معاكي في وقت التشكيل. وانت ضفتي دقيق علشان تظبطي العجينة المكونات هتبوظ معاكي خالص. انا هقولك في نهاية العجين هي اخدت معايا مية قد ايه بالظبط. انا نزلت بقى بالمية واحدة واحدة، اطري العجينة. عجينة القرص ما تلتهاش خالص علشان ساعة ما تفرديها ما تبقاش القرصة تلم معاكي تاني وتغلبك. بس انا جايبالك طريقة فرد سهلة جدا، مش هتتعبك خالص وتقدري تعملي كمية كبيرة، مش هتاخد معاكي وقت خالص. وداعا بقى الفرد القرص. طرينا في العجينة واحدة واحدة لحد ما العجينة نعمت بس فيها تلزيق على بسيط. اهم حاجة تظبطي عجينة القرص. اخدت معايا ميه قد ايه بالظبط؟ اخدت 170 جرام بس على حسب نوع الدقيق. لو الدقيق اللي انت بتعجنيه ليه عرق قوي ممكن ياخد 180 جرام. اهم حاجه تظبطي العجينه، عجينه القرص الفلاحي الطريه ما تبقاش عجينه يابسه، تبقى عجينه كده فيها تلزيق على بسيط. سبت بقى العجينه ريحت شويه ربع ساعه، وكل ما عجينه القرص هترتاح كل ما هتبقى سهله جدا في الفرد. اهم حاجة ان احنا نخرج منها الهواء ونهبط الخمر قبل ما نقطعها. وبعد كده هتقطعي بقى الكمية كلها اللي انت عاملاها مرة واحدة، وكل ما عجينة القرص هترتاح كل ما هتبقى سهلة جدا في الفرد. انا عملت الربع كيلو 10 قرصات، بس على حسب ما انت عايزاها، ان كانت اكبر او اصغر دي يرجع لك انت في الاخر. انا بعد ما قطعتها على طول جبت بقى الصينية اللي انا هسوي فيها. هنسوي بقى في الصينيتين اللي هما تحت بعض، بس الصينية الكبيرة ما ترصيش فيها القرص. بعد كده رصيت الصينية وغطيتها وسبتها لما ارتاحت. كل بقى ما القرصة هترتاح كل ما هتبقى سهلة ساعة ما تضغطي عليها. دي الطريقة اللي الناس كلها بتعمل بيها، بس الطريقة التانية هتعجبك جدا. تقدري بقى تعملي كميات كبيرة وما تحسيش بيها خالص وما تاخدش معاكي وقت خالص. انا لما ريحت القرصة اما ضغطت عليها ما كانش بتلم معايا خالص. هنجيب بقى كيس ونرص قطع العجين، بس هنوسع بعيد عن بعضها شوية، وهنعمل بالثلاث قطع مع بعض او الاربعة، ونكفي الكيس او نجيب كيس تاني وبأي حاجة عندنا كده تقيلة ونضغط عليها ضغطة واحدة. القرصة هتوسع معانا وهتبقى مدورة، وكمان القرصة من تحت هتبقى مسوية، ومن فوق كده هتبقى ناعمة وشها ناعم من تحت ومن فوق. لو لقيتيها لمت معاكي ريحي العجينة وارجعي اشتغلي تاني. بعد ما تجربي الطريقة دي هتقولي وداع لوجع الايدين، وهتعملي القرصة الفلاحي مش هتاخد معاكي وقت خالص، وكمان هيطلع شكلها في الاخر بجد مدورة وشكلها تحفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. اهم حاجة جربي طريقة الفرد اللي انت شفتيه النهاردة. لو عاملة 10 كيلو ان شاء الله مش هياخد معاكي وقت خالص، والقرصة كمان هتبقى مدورة. اهم حاجة بقى خطوات السوا، وهقولك بقى على السوا المظبوط لو هتسويها في فرن البوتاجاز ولا هتسويها على عين البوتاجاز زي ما انا سويتها. انا سويتها معاكم على عين البوتاجاز.
بترصي بقى القرصه وتوسعيها بعيد عن بعضيها عشان لسه هتخمر، والصينيه اللي انت هتسوي فيها مش ممسوحه اي ماده دهنيه، وتغطيها بالكيس وتسيبيها لما تخمر. ما تستعجليش عليها خالص وتقومي تسويها. خدت معايا نص ساعه ولقيتها اختمرت. قمت بقى شغلت البوتاجاز ووطيت النار خالص زي الشمعه، وحطيت بقى غطا وحطيت فيه الفوطه علشان ساعه ما اسوي البخار يطلع في الفوطه. دي الخطوه الاولى واحنا بنسوي القرصه من تحت. تعالوا بقى عشان نسوي وش القرصه ويستوي معانا مظبوط. هنسويه في اكبر صينيه في الطقم اللي انا قلتلك ما تعمليش فيها. حطيتها على عين البوتاجاز، خليها تسخن جامد، وبعد كده هشيل بقى القرصه واكفي الصينيه في الصينيه الكبيره. يعني الصينيه الكبيره هتكمل بقيه السوا. الصينيه اللي انا بسوي فيها الوش كل ما بتسخن كل ما هتدي لون حلو جدا للقرصه، وما بتاخدش وقت خالص، يعني اسهل من الفرن بكتير. ولو فرنك بايظ ولا ما عندكش فرن تقدري تعملي على عين البوتاجاز كده وانت واقفه، والله سريعه جدا وكمان النتيجه بتطلع تحفه. انا عملت معاكم قبل كده الميني مولتو، وكمان عملت معاكم الفينو، وبنعمل النهارده كمان القرص الفلاحي. بجد ريحه القرص الفلاحي وهي بتستوي ريحتها تحفه. بعد دقيقة واحدة قلبت القرصة لقيت وشها كده اصفر. هكفي الصينية تاني وهكمل بقية التسوية. بجد تحفة، تسويتها تحفة من فوق ومن تحت، وعطت لون حلو جدا. واللهم بارك، القرصة كمان طرية احلى من الفرن. لو هتسويها في الفرن او فرن البوتاجاز، بتشغلي الفرن يسخن في الاول، وبعد كده بتوطي النار خالص زي الشمعة، بتدخلي بقى الصاج او الصينية اللي انت عاملاها في الاول، وبعد كده بتديريها كل شوية. ولو فرن البوتاجاز اول ما بتديكي لون حلو بترفعيها على الرف وبتديري الصينيه كل شويه، واول ما بتطلع معاكي لو طلع ناشفه غطيها بكيس ومن فوق الكيس فوطه، وبعد دقيقه واحده ان شاء الله هتبقى طريه. اما لو بتعمليها على طول وبتنشف معاكي العجينه بتبقى يابسه، وكمان وانتي فرداها خليها سمكها ريق قوي. خلي سمكها كده معاكي في الوسط، ما يكونش تخين قوي ولا ريق قوي علشان تبقى معاكي مظبوطه. اللهم بارك، التسويه تحفه، وكمان القرصه خفيفه جدا، ريحه القرصه بجد تحفه. انا عايزاكي بجد تجربي تسويه البوتاجاز علشان تشوفيه ان هو مش كلام. اعمليه بنفسك وشوفي، بس اهم حاجه ان خطواتك تكون مظبوطه. الصينيه الكبيره ما تقطعيش فيها، افردي في الصواني اللي هي الوسط، وخلي اكبر صينيه هتسوي فيها، وان شاء الله وديري بقى الصينيه كل شويه وما تمسكهاش بفوطه خالص علشان بس الفوطه ما تلزقش معاكي في الصينيه وتغلبك وانتي بتغسليها. اللهم بارك، القرصه طريه وعطت لون تحفه، ونشوفها كمان تسويتها من جوه. بجد تسويتها تحفه. شايفين يا جماعه سواها بجد من فوق بقى ومن تحت، وكمان القرصه من جوه مستويه حلو. بجد مفيش اسهل واحلى من كده. على عين البوتاجاز من فوق، وعملنا القرصة طالعة طرية، وكمان سواها بجد تحفة من فوق ومن تحت. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان تعملي بلايك واشتراك للقناة.